مجموعة من الشباب. الضابط وقفهم وقال لهم: إيه اللي جايبكوا في وقت زي ده؟ ايه سر وجودكوا هنا؟ قالوا له إن احنا سمعنا إن المستشفى دي مهجورة، وفي ناس كمان بتقول عليها إنها مسكونة بالجن والكلام ده كله، فحبينا نتأكد بنفسنا، بس يا ريتنا ما رحناهاش. احنا اسفين، احنا كده كده عرفنا من راجل الأمن اللي موجود بره المستشفى إن احنا ما ينفعش نكون موجودين فيها، احنا اسفين. الضابط بصلهم كده نظرة طويلة مستغرب وقال لهم: راجل أمن مين اللي موجود؟ مفيش أي رجال أمن موجودين في المستشفى، والمستشفى دي مهجورة بقالها سنين. مستشفى عرقة في السعودية، أكيد سمعت عنها قبل كده. أكيد الاسم عدى على ودانك ومعاه قصص وحكايات كتير عن مستشفى بيقولوا إنها مسكونة بالجن والعفاريت ومهجورة ومحدش بيدخلها غير ناس قالت إنها سمعت أصوات صريخ طالعة من جوه المستشفى مع إن المكان فاضي ما فيهوش حد. ولو أنت من السعودية تحديداً هتكون عارف المستشفى دي وعارف اللي بيدور حواليها وعارف قصة الشباب اللي دخلوا المستشفى واتصدموا من اللي شافوه. بس قبل ما أقولك الشباب دي شافت إيه جوه، تعال أعرفك شوية معلومات عنها. مبدئياً كده في قصتين حوالين جملة المستشفى دي. القصة الأولى إن مستشفى عرقة اتبنت سنة 1987 في مدينة الرياض في السعودية، واللي بناها كان رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وبناها عشان يتبرع بيها لوزارة الصحة السعودية. والقصة التانية إنها فعلا اتبنت سنة 1987، بس ساعتها اتبنت كمستشفى سعودي خاص، لكن ما اشتغلتش، وطلع بيان رسمي بالموضوع ده. المستشفى شكلها فخم جدا جدا وعاملة زي القصور، ومش أي قصور كمان، ده غير الديكور بتاعها المتميز اللي بيلفت أنظار أي حد بمجرد ما يخش ليها. وده كله كوم، والمساحة الواسعة بتاعتها كوم تاني. المبنى بتاعها متكون من 8 أدوار، وكلهم مجهزين بأجهزة طبية عالية جدا، والسراير بتاعتها تقدر تشيل 400 مريض. ده غير طبعا إن الدور الأخير فيها موجود فيه أوضة العناية المركزة وبرضه بالأجهزة بتاعتها، لكن ما اشتغلتش. هتسأل نفسك، مستشفى بالفخامة دي وبالتجهيزات دي كلها، يعني حاجة متكلفة ليه؟ وعلى الرغم إن كل الأجهزة الطبية موجودة فيها وخلاص جاهزة على التشغيل، ليه ما استقبلتش المرضى وليه ما اشتغلتش؟ هقولك ببساطة، لأن صاحبها مات من قبل ما يتسجل إنه تبرع بيها لوزارة الصحة السعودية، والورثة بتوعه رفضوا إنهم يسلموا المبنى غير لما ياخدوا حق الأرض وتمنه. بمعنى أصح، خصوصاً إن المكان اللي مبني فيه المستشفى مكان متميز جداً، وسعر الأرض بتاعته مرتفعة، وفي خلال سنين كتير فشلت كل المحاولات إنهم يحلوا الموضوع ويشغلوا المستشفى من جديد، لحد ما الوقت عدى والمستشفى بقيت مهجورة. والكلام اللي اتقال عنها إنها مسكونة، ده غير اللي اتقال إن الجن هم السبب إن المستشفى دي ما تبدأش شغل أساساً، هم اللي خلوها توصل للمرحلة دي علشان يسكنوا فيها براحتهم. وبداية الكلام ده كانت من الناس اللي ساكنة في المنطقة، خصوصاً إنهم بيقولوا إن في أصوات مرعبة بتطلع من المستشفى دي بالليل. الناس بتسمع صوت رزع وتخبيط طالع من المستشفى دي، ده غير صوت الدوشة كأن في ناس كتير موجودين جواها، وغير النور اللي بيفتح وبيقفل في أوض معينة جوه المستشفى. الناس فكرت إن ممكن يكون في حرامية جايين يسرقوا المعدات الطبية ولا حاجة، وفي ناس تانية قالت أكيد في حد بيعمل كارثة جوه وإحنا لازم نبلغ البوليس. وأول ما بيكلموا الشرطة والشرطة بتيجي للمبنى ما بيلقوش أي حاجة، والنور اللي بيكون مفتوح بيطفي لوحده. طب الأصوات راحت فين؟ محدش عارف. الغريب أكتر إن في ناس بتسمع الأذان طالع من المسجد اللي جوه المستشفى، مع العلم إن حتى المسجد ما فيهوش حد، والكلام ده بيكون تحديداً في أيام رمضان. ومع كتر الكلام والقصص والإشاعات اللي بتتقال حوالين المستشفى، في ناس كان عندها فضول إنها تخش بنفسها وتشوف هل فعلاً المستشفى مسكونة ولا لأ. طبعاً انتوا عارفين إن في ناس كتير بتحب كده،
في ناس بتحب تخاطر وبتروح للأماكن دي وتستكشفها بنفسها. وفي يوم من الأيام كان في 5 شباب زهقانين وهم بيلفوا ومش لاقيين حاجة يعملوها، وهم ماشيين بالعربية بتاعتهم راحوا معديين من جنب المستشفى. فواحد منهم اقترح اقتراح وقال للباقيين: ايه رأيكم لما نخش المستشفى دي؟ ايه رأيكم نستكشفها ونتأكد هل فعلا المستشفى مسكونة ولا الكلام اللي بيتقال عنها ده ملوش أي لازمة؟ الفكرة بتاعته عجبت الباقيين وكلهم وافقوا وكانوا متحمسين جدا، خصوصا إن كلهم كان قلبهم جامد يعتبر. وأول ما وصلوا المستشفى في واحد منهم أول ما شافها قال: إيه ده؟ هو فعلا المستشفى دي مهجورة؟ إيه الجمال ده كله مهجور؟ انتوا مش شايفين المستشفى عاملة إزاي؟ ده كأنها قصر. لا، أنا ما أظنش إن المستشفى دي مهجورة. كانوا كلهم مذهولين يعتبر، خصوصا إن المستشفى شكلها جميل قوي. وبالفعل بدأوا يدوروا على أي باب يدخلوا منه، لأن تقريبا كل البيبان كانت مقفولة، لحد ما لقيوا باب من البيبان دي فيه كسر صغير، وحاولوا إنهم يفتحوا من خلاله ودخلوا المستشفى. كانوا واخدين الموضوع بسخرية وبضحك، وكانوا ماسكين الكشافات في إيديهم وداخلين كده وهم مش هاممهم حاجة. بدأوا يدوروا في الدور الأرضي، وكانوا ماشيين ومش لاقيين أي حاجة لفتت نظرهم ولا في حاجة غريبة. وطلعوا برضو للدور التاني، وهم بيدوروا واحد منهم قال: أنا هطلع أسبقكم على الدور التالت على ما أنتوا تخلصوا هنا وتطلعوا لي على طول. وطلع، وبمجرد ما طلع ما عداش كام ثانية وراح مزعق وراح منادي عليهم وصوته كله خوف وبيقول لهم: اطلعوا لي، اطلعوا بسرعة. كلهم طلعوا له بسرعة، فراح واخدهم وموديهم أوضة. أول ما دخلوا شافوا إن الأوضة دي نظيفة جدا وكان لسه فيها حد، ده كمان ريحة المطهرات كانت قوية جدا فيها. بس مش ده الغريب ولا ده اللي لفت انتباههم خالص. المشكلة إنهم لقوا كوباية شاي موجودة في المكان، والكوباية دي سخنة جدا ولسه معمولة. يعني كده كان في حد هنا دلوقتي. أول ما لقوا كوباية الشاي سمعوا صوت خطوات، كأن في حد جاي عليهم. كلهم اتفزعوا وخدوا بعضهم ونزلوا جري على تحت. وهم على السلم سمعوا صوت كلب أو حيوان بيزوم عليهم. فضلوا يجروا لحد ما وصلوا للدور التاني، وفي واحد منهم رجله وجعته فحب إنه يريح شوية وسند ظهره على الحيطة. وهو بيبص يمينه لقى إن في باب كبير مكتوب عليه تلاجة الموتى، والباب ده كان فيه شباك إزاز صغير. فالشاب ده راح باصص من ورا الشباك الإزاز، وأول ما حط عينه راح منادي وهو خايف على كل أصحابه. جم هم كمان وبيبصوا معاه، وشافوا إن في ظل ناس ماشية جوه. أول ما شافوا المنظر ده ما كانوش مرعوبين كلهم، والغريب إنهم بدأوا يسمعوا صوت زحمة وكأن في ناس كتير واقفين في سوق ولا حاجة. بس هم مش شايفين الناس دي، هم مجرد شايفين ظل بتاع ناس خفية ماشيين جوه. وفجأة سمعوا صوت صرخة مرعبة شديدة. اتفزعوا وهم في مكانهم وفضلوا يدوروا على مصدر الصرخة دي جاية منين، لكن مش لاقين حاجة. والطرقة اللي هم كانوا واقفين فيها فجأة شافوا جسم كبير جاي بيجري عليهم منها. طبعا الشباب خدوا بعضهم وجريوا بأقصى سرعة، لكن اللي رجله وجعاه ده ما قدرش يجري، وقع وكان بيصرخ وبيزعق وكأن في حد ماسك رجله وبيسحبه لورا. الشباب أول ما سمعوا وشافوا إنه وقع جريوا عليه كلهم وكانوا بيسحبوه، وفي قوة من الناحية التانية بتشده في الضلمة، بس مش شايفين مين اللي بيشده. وبالفعل قدروا إنهم يسحبوا وياخدوا معاهم ويجروا، ووصلوا للدور الأرضي وهم بيجروا زي المجانين. ولما كانوا في الممر اللي آخره الباب بتاع الخروج فضلوا يجروا لحد ما وصلوا للنص، وباب من الأوض راح مفتوح لوحده، وطلع لهم ست عجوزة ملامحها مريبة وهي غضبانة وبتقول لهم: انتوا صحيتوا الحيوانات بتاعتي
واحد منهم أول ما شاف ملامح الست دي ما قدرش يستحمل ووقع وأغمى عليه. كل الشباب راحوا شايلينه وجريوا بيه لحد ما خرجوا من باب المستشفى. وهم في الطريق عشان يروحوا للجراج اللي راكنين فيه العربية، راح قابلهم راجل أمن وملامحه كلها غضب، وقال لهم: انتوا ايه اللي جابتوا هنا وفي وقت زي ده؟ الشباب أول ما شافوا راجل الأمن اطمنوا في ساعتها وقالوا له: احنا سمعنا ان المستشفى دي مهجورة وانها بيسكنها جن، فاحنا حبينا نستكشفها ونتأكد بنفسنا. هو راح قال لهم: طيب امشوا ما تجوش هنا تاني. هم يلطفوا مع الدنيا شوية ويخلوا على الأقل يبتسم ويعتذروا له، بس ملامحه كانت ناشفة جدا وما كانش بيبتسم، وكأنه إنسان آجي روبوت. قال لهم: امشوا وما تجوش تاني. الشباب أول ما شافوا الراجل ده بيتكلم معاهم وهو غضبان ومش عايز يتساهل ولا يبتسم حتى، خافوا جدا علشان ما يبلغش الشرطة، فأخدوا العربية بتاعتهم بسرعة وجريوا من المكان اللي كانوا فيه. وهم ماشيين في الطريق العمومي اللي في المستشفى دي قابلوا كمين. الضابط طلب منهم إنهم يوروه إثبات الهوية بتاعتهم، وبعدين سألهم: انتوا ايه اللي جابكم في مكان زي ده وفي وقت زي ده؟ ايه سر وجودكم هنا؟ قالوا له: احنا سمعنا ان المستشفى دي مهجورة ومسكونة بالجن، فاحنا حبينا نجازف ونستكشفها بنفسنا، ويا ريت ما عملنا كده. احنا كده ندمنا، وكمان عرفنا من الراجل الامن اللي موجود هناك ان احنا ما ينفعش نكون متواجدين فيها. الضابط اول ما سمعهم قالوا كده بص لهم باستغراب وقال لهم: راجل امن ايه؟ مفيش رجال امن موجودين في المستشفى دي، محدش متعين هناك اساسا. راحوا قالوا له: احنا شفنا راجل امن بعينينا، ده حتى كمان كان لابس الزي بتاعه. وقال لهم ان المستشفى دي مهجورة بقالها اكتر من 20 سنة ومفيش اي حد متعين فيها. بصوا لبعضهم وهم هيموتوا من الرعب، واقسموا له انهم شافوا بعينيهم. ده كمان كانوا لاقيين هناك كوباية شاي وكانت سخنة، وكانوا مفكرين ان في ناس موجودة هناك. الضابط لما سمعهم بيقولوا كده اخد بعضه وراح معاهم عشان يتأكد من الكلام ده. رجعوا تاني للمستشفى كلهم ومعاهم الضابط، ولكن المفاجأة إنهم ما لقوش أي حاجة، وحتى راجل الأمن ما لقوهوش هو كمان. والقصة اتنشرت بسرعة كبيرة جدا في السعودية وعملت جدل كبير جدا. وكان في فيديو لشوية من الشباب صوروه وهم داخلين للمستشفى لما جمعوا بعض في 2012 وقرروا إنهم يدخلوها بنفسهم. وفعلا في مجموعة كبيرة جدا من الشباب جمعوا. بعضهم راحوا المستشفى وكانوا بيولعوا ألعاب نارية، وفي منهم اللي كان بيولع في الشبابيك وغرف المستشفى، واللي كان بيخرب، وكانوا بيعملوا هيصة ودوشة كبيرة جدا وحولوها فعلا لمكان مهجور. ومن وقتها السلطات السعودية قفلت المستشفى من جميع النواحي ومفيش حد بقى بيروح ليها. ودي كانت قصة أرعب مستشفى بالرياض في السعودية. بس عايزكم تعرفوني رأيكم، هل فعلا القصة اللي قالوها الشباب دي قصة حقيقية والحاجات اللي شافوها فعلا شافوها بجد، ولا عملوها عشان يتشهروا والموضوع يعمل جدل وخلاص؟ وهل فعلا المكان ده نفسه مسكون عشان كده المستشفى ما بتبدأش شغل أساسا؟ عايزكم تكتبولي رأيكم في الكومنتات، وتكتبولي كمان على أي موضوع نفسكم إنه يتعمل. وما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب وباقي منصاتنا تيك توك، انستجرام، فيسبوك. اشتركوا فيهم واللينكات كلها في البايو على كل منصة عشان القصص توصل لأكبر عدد ممكن من الناس. واستنونا في قصة جديدة. سلام يا أحلى ناس.